هل كنت تعرف إن العلاج في حالة الروماتويد ممكن يسبب صداع؟ أغلب العلاجات اللي بنضطر لها وبنستخدمها في حالة الروماتويد بتبقى عبارة عن مضادات التهابات أو أدوية مناعية، والأدوية دي ممكن تسبب طبعا صداع مستمر. لو أنت حسيت بعد ما مشيت على العلاجات دي بصداع مستمر أو بدأ يظهر معاك أعراض صداع، لازم ترجع للطبيب اللي أنت متابع معاه. في حالة إن أنت حسيت بصداع نتيجة علاج من العلاجات دي، لازم نحاول نرجع للطبيب اللي متابعين معاه علشان نغير العلاج اللي احنا ماشيين عليه، او ممكن نغير الجرعه بحيث انها ما تسببش الصداع المستمر اللي موجود ده. من الحاجات اللي بنواجهها في مرضى الروماتويد الصداع التوتري. الصداع التوتري بيبقى موجود نتيجه الم او التهابات شديده في المفاصل، فبتؤدي الى شد في عضلات الرقبه، وده بدوره بيعمل الصداع التوتري. فلو احنا بنعاني من الصداع التوتري نتيجه مرض الروماتويد، فهو افضل طريقه نتعامل بيها مع الصداع ده ان احنا نعدل العلاجات بحيث ان نقلل الالتهاب اللي موجود في المفاصل، وبالتالي الصداع هيختفي معانا.